بتكون عجينة مناقيش ندية وطرية وما بتنشف بالفرن بسرعة، بتنخبز على حرارات معتدلة. قلتولي هيدي من أحد العجائن اللي شرحنا عنها سابقا على صفحتنا يلي غنية شوي بالزيت. هلا نسبة السكر عادة تعرفوا كل المعجنات المناقيش هي بين ال 40 لل 100 جرام، المقادير اللي أنا عم أقولهم للكيلو بطبيعة الحال، بغض النظر خينا قد إيه حاطط محمد. بين 40 ل 100 جرام سكر، معدل وسطي. اغلب انواع الطحين بتاخد ل 80 جرام سكر وشارح ايضا انا عن دور السكر ونسبته شو إلى دور رئيسي. هلا خينا محمد حط كاسة بما يعادل، هو مش ذاكر قد ايه نسبة الزيت، بس تقريبا انا بقول لكم بما يعادل 50 جرام للكيلو زيت. حطهم على المي. كان يا ريت لو حطينا الخميرة قبل، افضل. ما احلى ما حبيبات الخميرة جزء منهم يشرب زيت وما يشرب مي وما يشتغل. من باب لفت النظر، هيدي العجينة بالذات بالصيفية لازم تكون كمية الخميرة قليلة جدا، لأنه فيها نسبة زيت عالية حتى تضل تماسكها مع. لو إنه ممتازة هي، من ميزتها إنه بنقدر نرقها ونخبزها مباشرة بس ترتاح وتخمر عجينتنا. فيها نسبة زيت عالية. مثل ما شفتوا حط جزء من الزيت على المي، وهلا بعد في جزء لاحقا حتضاف. ما فينا نعملها هيدي بطحين زيرو عادي، لازم حصرا طحين اكسترا او متعدد استعمالات، نوعية قوية لتتحمل نسبة الزيت العالية اللي ضافت واللي بدها تضاف. بنجي لعملية العجن. يفضل ان تكون عجينتنا طرية وناعمة. هلا اغلب انواع طحين الزيرو والمعجنات والمناقيش تعجن عن ناشف. هلا حصرا هيدي فينا كنا نطري عجينتنا من البداية، مش أزمة، لتعطينا شوي رقاقات بس نزت عليها الزيت. ولكن خينا محمد نعمها وأعطاها حقها من الرطوبة لنعمت وتماسكت. بعد ما تنعم وتتماسك مثل ما شايفين تضاف الكمية الكبيرة اللاحقة من الزيت. ذكرنا ما يعادل 50 جرام بالبداية، وعنا هلا عم بحكي المقادير للكيلو. باقي المية أو 150 حسب أنا اللي شفتهم بالمخابز. إجمالا هيدي النسب المستعملة لكل كيلو تضاف لاحقا هلا على اثناء التنعيم. شايفين بس نعمت وصارت. خينا عم يزت عليهم الزيت. هلا هي بتصير تقطع العجينة وتلاقوها شقف صارت. بنستمر بعملية العجن. ما ضروري ترجع تصير كتلة واحدة، ولكن لا تصير بهالقوام هيدا. شوفوا أثر الزيت يلي نزت على سطحها كيف بيعمل مثل رقاقات بقلبها، مثل طبقات الكرواسون. جميلة جدا هيدي العجينة. وشارح انا بقوائم التشغيل يا جماعة في كتير شروحات على صفحتي، المهتم بمعجنات ومناقيش او اي موضوع تاني بس مسهلين الموضوع عليه. عجينة بتناسب كتير اللي عندهم شوي على الفرنية، ما في ضغط معهم، وقت يخبزوا وقت اطول على الفرنية ممتازة جدا.